انا شخصيا راني نشوف باللي في هذا الماتش نسبه فوز ريال مدريد هذه المره مش راح تفوت 10%، بيسك هذا هو اصعب ظرف لريال مدريد راح يواجه فيه مانشستر سيتي. واذا رجعنا للمواجهات السابقه بين ريال مدريد والسيتي كنا نشوف الاسلوب اللعب باين، يعني السيتي كانت تضغط وتستحوذ اون بليس، كانت ريال مدريد تدافع وتلعب على المرتدات، وهذا الاسلوب تاع المرتدات نجح مع ريال مدريد خاصه في وقت انشيلوتي، كان عنده العناصر اللازمه لتنفيذ هذه الخطه وهذا الاسلوب. بيس كان عنده الرباعي من قبل، كان عندنا كريم بنزيما وعندنا فينيسيوس وعندنا رودريغو اون بليس عندنا بلينغهام. بصح الوضع الحالي اللي راه فيه ريال مدريد ما كانش اللي يساند فينيسيوس هجوميا، عندك مبابي غايب، عندك رودريغو غايب اون بليس بلينغهام غايب. وباش نتكلموا بصراحه من قبل كان عندنا بنزيما كان هو اللي يفهم تحركات تاع فينيسيوس، وكان عندنا رودريغو كان يلعب بين الخطوط يعني قادر يرجع يساند دفاعيا، اون بليس كان عندنا بلينغهام اللي يعطيك هذيك القوه والدفع في منطقه الجزاء. يعني هاد العناصر او اللاعبين كانوا هما حجر الاساس لضرب دفاع مانشستر سيتي. بصح دركا كيفاش فينيسيوس راه غير وحده في الهجوم، وفي الوقت الحالي بس كاين الغيابات هادو راح نشوفوا اربيلو راه يعتمد اكثر على فالفيردي وغونزالو. بصح اسكو قادرين يقدموا نفس الفعاليه اللي كانوا يقدموها اللاعبين اللي من قبل؟ والمشكل الحالي في ريال مدريد راه الجهه اليمنى، بس الجهه اليمنى راه اكبر خطر لريال مدريد. في حال تقدم فالفيردي في الحاله الهجوميه راح يخلي اسينسيو وارنولد مورا، وهذه الحاجه الكارثيه بيسك ارنولد واسينسيو راهم في اضعاف مستواهم او راهم في المستوى الكارثي. والمشكله الاخرى انه ريال مدريد في حاله امتلاك الكره نشوفوا الريال يلعب على الاطراف، يعني فيني او رودريغو اللي صنع الفرص، وفي هذه الحاله عندنا غير فيني، يعني غوارديولا راح يحط كثافه عدديه على فيني، وهذه اللي شفنا فيها فيني يشكل روديغر بسبب الكثافه العدديه في المباراه الاخيره في الليغا. بصح كل المشاكل هذه اللي راها في ريال مدريد ما نقدروش نجزموا بخساره ريال مدريد في المباراه، يعني قادرين يقدموا مباراه كبيره، قادرين تصل طفره، قادرين تصل معجزه، مانيش عارف بيس كذا هو ريال مدريد في دوري الابطال.